الحضارة المصرية من أقدم وأعرق الحضارات في العالم. أنا ماهر محمد من قناة إيجيبيديا. لو بتحب المعلومات العامة والتاريخية اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصل لكم كل أعمالنا. قناتنا بتجيب معلومات من جميع أنحاء العالم وفي شتى الموضوعات. حلقتنا النهاردة عن ملك من ملوك الأسرة التمنتاشر، وهو الملك إخناتون، اللي هو نفسه الملك أمنحتب الرابع. الملك إخناتون هو أول من دعا لعبادة إله واحد، وهو الإله آتون، ورمز للإله آتون بشكل قرص الشمس. وفترة حكم الملك إخناتون أو أمنحتب الرابع حوالي 17 سنة، اللي بتبدأ من سنة 1369 قبل الميلاد. حاول الملك توحيد الآلهة المصرية القديمة، واللي كانت كتير جدا، بما فيهم الإله الأكبر عندهم الإله آمون رع في شكل إله واحد اللي هو آتون. والملك إخناتون اتجوز من الملكة نفرتيتي، واللي كانت معروفة بالجميلة، وكمان هو أبو الملك توت عنخ آمون. كان في شيء غريب في تناسق جسم الملك إخناتون. كان جسم الملك بيظهر من الجزء السفلي من جسده ممتلئ كشكل الأنثى. قام الملك إخناتون بإنشاء مدينة تل العمارنة، واللي كان اسمها أخيتاتون، كعاصمة جديدة، واللي معناها أفق آتون. وما زالت بقايا العاصمة أخيتاتون موجودة حتى الآن. وتم اكتشاف مجموعة من المقابر في تل العمارنة، وأهم المقابر دي هي مقابر ميري رع وأحمس وبنتو، وكمان مقبرة العائلة الملكية اللي بيعتقدوا إن تم تحضيرها وحفرها للملك وعائلته. وأم الملك إخناتون هي الملكة تي، اللي قامت بتقديم زوجة ثانوية للملك واسمها الملكة كيا. والملكة كيا يرجح إنها أم الملك توت عنخ آمون. واتعملت العاصمة الجديدة تل العمارنة لتكريس الملك لدينه الجديد، اللي هو عبادة الإله آتون. وكل المعلومات اللي وصلت لنا عن تأسيس تل العمارنة بترجع لسلسلة من اللوحات التذكارية موجودة في محيط المدينة، وبتسجل اللوحات دي الأحداث اللي حصلت في تل العمارنة منذ تأسيسها ولحد سقوطها. وبين عامي 1891 و 1892 اكتشف العالم أليساندرو برسانتي قبر الملك إخناتون، ولا زال هناك أسرار كثيرة لا نعرفها عن الملك إخناتون وعن مصر القديمة. استنونا إن شاء الله في فيديو تاني عن حياة الملك توت عنخ آمون وعن الملكة نفرتيتي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصل لكم كل أعمالنا. دعمكم لينا بيقوينا. قناة إيجيبيديا.